مساء الخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيك اليوسفي أو اليوسفندي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبمقادير منتهى البساطة. كمان هقولك الخطأ اللي وقعتي فيه أو ارتكبته علشان انتي كمان ما تقعيش فيه. دايما بحب أجازف وأجرب علشان أوصل للطريقة أول حاجة الصح علشان أنصحكوا بيها وأفيدكوا بيها. وقبل ما أبدأ الفيديو، أنا أسماء طاهر. أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك. ضروري انكم تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله. يلا ندخل في الوصفة بتاعتنا على طول. مبدئيا الكوبايات اللي استخدمتها هي كوبايات شوب كبيرة زي ما شايفين كده، يعني مش كوبايات عادية بتاعت شاي، لا، يعني اكبر شوب عندي انا طلعته واستخدمته. وهحتاج كوباية ونص من الدقيق وشلت منهم معلقة، والمعلقة دي ضفتها نشا، وعندي ذرة من الملح، وعندي معلقة كبيرة من اليوسفي او اليوسفي المبشور ببشر المبشرة الناعم خالص. اذا حابين طعمه لاذع شوية هتعملوا ببشر المبشرة العادي اللي هو فيه جزء صغير وجزء اكبر. معلقة النشا هتكون كبيرة، وكمان ذرة من الملح وباكو من الفانيليا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص كوباية من اليوسفي، وازيد من نص الكوباية سكر، ونص كوباية من الزيت النباتي، يعني ممكن كوباية الا ربع من السكر، وده هيكون سكره مظبوط. وبرضو حسب سكرك انتي، ممكن تكوني تحتاجيله نص كوباية من السكر فحسب سكرك انتي. هنبتدي بقى نشوف الطريقة ازاي. ممكن جدا نعمله في الخلاط، مفيش مشكلة. اول حاجة هنضيفها هي السكر والزيت، وبعدين هنبتدي ان احنا نضربهم كويس. بعدين هننزل باليوسفي، بعدين البيض والفانيليا وبشر اليوسفي، وهنضربهم ضربة كمان. بعدين بقى هنجهز الخليط الجاف بتاعنا كده، ده الخليط السائل بتاعنا حطيناه على جنب. بنجهز الخليط الجاف، وهو هننزل فوق المصفى بتاعتنا الدقيق والبيكنج باودر والنشا والملح. ساعات ما بنخلش البيكنج باودر، وساعات بنخله عادي يعني، بس يعني مش هتفرق. بعدين هنزل بيهم على الخليط السائل بتاعنا. هنا بتأكد بس ان السكر عندي تمام. نزلت بالخليط بتاعنا على مرتين مش على مرة واحدة، وقلبته بالمضرب اليدوي بالشكل ده، يدوب الدقيق بتاعنا يختفي. نيجي بقى للخطأ اللي انا ارتكبته، وهو القالب السيليكون اللي انتوا شايفينه ده. مش حلو خالص ان احنا نخبز فيه كيك وحاجات كبيرة. القوالب الصغيرة ماشي تمام، انما القالب الكبير ده مش حلو خالص. فنصيحتي ليكم ان انتوا ما تجربوش وتجازفوا زي ما انا ما عملت، رغم اني كنت حاسة وعملت كل الحيل علشان القالب بتاعي يطلع مظبوط وبالملي. دهنته بالزيت وبعدين حطيت دقيق، برضو الشكل ما طلعش معايا مظبوط نهائي. ده غير كمان السوا فيه مش حلو خالص، يعني السوا فضلت سايباه شوية علشان يديني السوا المظبوط، والمفروض ان هو ما يقعدش كده في الفرن. الافضل بكتير ان احنا لو ما عندناش اي قوالب اشكال او كده نعمل في الصينيه العاديه الالومنيوم اللي انتوا شايفينها دي، افضل بكتير قوي ما نعملها في حاجه ونبوظها. وبعدين دخلناها في الفرن درجه حراره متوسطه 180، وسبناها بقى. قعدت معايا حوالي 40 دقيقه. فطبعا علشان هو قالب سيليكون زي ما قلتلكوا فقعد معايا كده وطول. فانتوا برضو يعني بعد نص ساعة هتفتحوا كده عليها، طبعا مش في القالب السيليكون زي ما قلتلكوا، وهتختبروها. وطبعا علشان الشكل ما كانش مظبوط ففضلت الشكل اللي انتوا شايفينه ده احسن بكتير قوي، بس كان طعمها جميل وحلو. فانتوا جربوها مع تجنب الخطأ اللي قلتلكم عليه، وان شاء الله هتعجبكم قوي. زي ما قلتلكم تنفع في الخلاط عادي خالص. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.